كل إنسان فينا عنده حاجة اسمها مركز تحكم، بمعنى إن الإنسان يقدر يتحكم في كل حاجة هو بيمر بيها. علشان كده بيزداد الإنسان سوءا كلما كان مركز تحكمه داخلي، وينقص الإنسان سوء كل ما كان مركز تحكمه خارجي. بمعنى أصح إن أي إنسان هيستمد قوته من الخارج هو اللي هيستمد ضعفه من الخارج، سواء بالمدح أو إن حد يوجه ليك كلام سلبي. الأصل في المشكلة مش في المدح أو الذم، الأصل شخصيتك هتقدر تتعامل إزاي. وليكن إن المدح زي رشة برفان والذم زي ريحة مش تقدر تستعملها، لكن مش هو الأساس. الأساس زي ما اتفقنا هو داخل الإنسان، وده هياخدنا للي هنتكلم عنه النهاردة، إن إزاي الإنسان يوصل لمرحلة في ربط السعادة النفسية بتقبل ذاته، بمعنى إنه يستقبل الانتقادات برحابة صدر، يقدر يعرف إيجابياته ويقدر يعدل سلبياته. يقدر الإنسان إنه يوصل للمرحلة دي من خلال إنه يعرف أركان السعادة. أركان السعادة هي اللي هتخليك تعرف تربط ما بين سعادتك النفسية وتقبل ذاتك. الركن الأول في أركان السعادة إنك تفهم نفسك كويس. لازم تفهم نفسك، لأن لو ما فهمتش نفسك دي الإشكالية اللي هتهدك ومش هتخليك تعرف توصل للي محتاجه، هتخليك مشتت دايما مش عارف انت عايز ايه. تاني ركن من أركان السعادة هي بناء الثقة بالنفس. تقدر توصل للمرحلة دي بكذا طريقة، إنك تشتغل على السلبيات اللي أنت أكتر حد تعرفها أكتر من أي حد حواليك. أنت الوحيد اللي بإيدك إنك تشتغل على سلبياتك وتحولها لإيجابيات. تالت ركن وهو الأخير هو أداة الافتعال. في ناس زي البالونة، أي حد يقدر يخليها تنفعل من غير أي فعل، وبيكون رد فعلها مبالغ فيه لكن محدش بيتخيله. حتى في البناء النفسي للأطفال، علشان كده حتى في تعاملك مع أطفالك تقدر تشتغل عليها في الجوانب دي. مش هتقدر تخلقها في أطفالك، هي في الأساس مش هتكون عندك، ازاي هتكون متقنها وتتعلمها وتديها قيمة عليها؟ طب ازاي اعرف ان املك الثقة دي جوايا ولا لا؟ ايه هيودينا للسؤال الأخير، ايه هي معايير بناء الثقة في النفس؟ وهل في معايير لبناء الثقة؟ بمعنى أصح معايير بناء الثقة بالنفس ان الانسان بيتأرجح ما بين 3 أركان، وبيتكون من خلال نقص الثقة، وبتتقسم نقص الثقة في شكلين مختلفين، نفسي وجسدي، وده اللي هنشرحه. نقص الثقة النفسي هو إحساس جواك بيخليك شاكك في قدراتك وقيمتك، ممكن يسبب خوف من الفشل ويخليك تبعد عن التجارب الجديدة أو إنك تعبر عن رأيك. غالبا بيجي من تجارب سلبية فاتت أو نقد مستمر من اللي حواليك، وبتقدر تتغلب عليه بالتفكير الإيجابي والتركيز على أي نجاح صغير بتعمله. أما نقص الثقة الجسدية بيبان في طريقة الوقفة والحركة قدام الناس. ممكن الشخص يتجنب يبص في المراية أو يلبس هدوم واسعة علشان يداري جسمه. كمان بيحصل تردد في الظهور في الصور أو المشاركة. الإحساس ده دايما بيخلي الواحد مركز على عيوبه أكثر من مميزاته. ده هياخدنا للسؤال اللي هنقدر بيه نجاوب على إزاي نقدر نزود ثقتنا في نفسنا. كلنا عارفين إن الانفتاح اللي عايشين فيه بيسبب مقارنات في حياتنا وحياة غيرنا، على الرغم من إن بنمتلك كل حاجة حوالينا. وده هيوصلنا للسؤال الأهم، ليه جوانا شعور بعدم الرضا لما بنشوف اللي قدامنا حتى لو عندنا نفس الحاجة بشكل مختلف؟ السبب الأول والأهم إن السوشيال ميديا بقى لها دور كبير في إحساسنا بعدم الرضا. بقينا داخلين بيوت بعض من غير استئذان، وكل حاجة قدامنا طول الوقت. ده خلى المقارنات تبقى شغالة على طول، سواء في الشكل أو الشغل أو حتى أسلوب الحياة. كل واحد بقى شايف أحسن لحظات غيره وبيفتكر ان دي حياتهم الحقيقية على طول. ومع الوقت الاحساس اننا متأخرين او ناقصنا حاجة بيكبر جوانا، رغم ان اللي بيتعرض غالبا جزء منطقة ومش الصورة الكاملة. وعلشان كده مهم نفتكر ان كل واحد له ظروفه وطريقه، ومش لازم نقارن نفسنا بحد. الامر التاني اننا لازم نبعد عن النصايح العامة بشكل عام. مش كل نصيحة هتنفع لكل الناس لان ظروف كل واحد مختلفة. كمان النصائح العامة ساعات بتكون سطحية ومش بتعالج المشكلة من جذورها. الاحسن اننا نفهم نفسنا كويس ونشوف ايه اللي محتاجينه بجد، ولما بنطلب النصيحة نطلبها من حد فاهم وضعنا ومقدر ظروفنا. علشان كده بقى التوجيه اهم من النصائح العامة اللي بتتقال لأي حد وخلاص. النصيحة العامة ممكن تبان صح، بس من غير توجيه مناسب ليك شخصيا هتكون تايه ومش عارف تطبقها ازاي. وبرضو الاعتدال بيخليك تتعامل مع النصائح العامة بوعي ومن غير اندفاع، لا ترفضها كلها ولا تمشي وراها من غير تفكير، لكن تاخد منها اللي متوازن مع حياتك. وده يخلينا نوصل لسؤال مهم جدا، سؤال يمكن عرفنا اجابته قبل كده لكن المرة دي هنقدمه بشكل مختلف. سؤال عن الرضا الحقيقي اللي بيبدأ من جوانا مش من بره. ازاي نقدر نحقق الرضا الداخلي فعلا؟
اول خطوة للرضا الداخلي انك تفهم نفسك كويس من غير تجميل، تعرف ايه اللي بيريحك وايه اللي بيستنزفك، ايه قيمتك الحقيقية مش اللي الناس شايفاها مناسبة ليك. لما تكون واعي بمشاعرك واحتياجاتك قراراتك هتكون اهدى واوضح، ومع الفهم هتبطل تقارن نفسك بحد لانك عارف طريقك انت. وبعد ما تفهم نفسك بيجي دور انك تبني ثقة حقيقية في قدراتك. الثقة مش كلام حلو بس، دي بتيجي من تجارب صغيرة ناجحة ومن انك تلتزم بكلامك مع نفسك. كل خطوة بتنجح فيها حتى لو بسيطة بتزود احساسك انك هتقدر. مع الوقت هتحس ان رضاك نابع من جواك مش من رأي حد فيك. وده طبيعي هيوصلنا للسؤال الأخير، لو فهمنا نفسنا وبنينا ثقتنا ليه برضو في ناس بتفكر بشكل سلبي وبتسيء الظن بتصرفات اللي حواليها؟ يا ترى ايه العوامل اللي بتخلي الشخص بيشوف الأمور بنظرة متشائمة حتى من غير سبب واضح؟ في 5 أسباب للإجابة على السؤال. والسبب الأول هو الوراثة. الوراثة ممكن تلعب دور في طريقة استجابة الشخص للمواقف والضغوط. في ناس بتتولد بحساسية أعلى اتجاه القلق أو التوتر. لما الاستجابة الانفعالية بتكون قوية العقل بيميل ويتوقع الأسوأ بسرعة، وده ممكن يخلي سوء الظن يظهر حتى من غير أدلة كافية. السبب الثاني الأسرة هي أول بيئة بيتكون فيها إدراكنا عن نفسنا وعن الناس. لو الطفل كبر وسط نقد دائم أو توتر مستمر ممكن يتعلم الحذر الزائد. الرسالة اللي بنسمعها في البيت بتترسخ وبتبقى صوت داخلي جوانا. لما الثقة بتكون قليلة في العلاقات القريبة الشك بيكون أسهل رد فعل. ثالثا البيئة المحيطة. البيئة اللي بنعيش فيها بتشكل عاداتنا اللي بنشوف بيها الدنيا. المجتمعات المليانة ضغط أو منافسة حادة بتغذي المقارنة والقلق. لو الشخص محاط بتجارب سلبية متكررة طبيعي يتوقع الأسوأ. الرسالة العامة حوالينا ممكن تخلي الحذر يتحول لشك دايم. كمان غياب النماذج الإيجابية بيضعف الإحساس بالثقة في الناس. رابعا طريقة التعليم بتأثر على أسلوب التفكير قبل كمية المعلومات. لو التعليم قايم على التلقين والخوف من الخطأ بيزرع توتر مستمر. غياب مهارات النقد الإيجابي بيخلي الشخص يفسر الأمور بحدة. لما ما نتعلمش نفصل بين الحقيقة والتفسير سوء الفهم بيزيد. التعليم الداعم للحوار بيبني ثقة وقدرة على التحقق قبل الحكم، أما التعليم الضاغط فيرسخ جلد الذات والتوقعات السلبية. خامسا وأخيرا الفكر الداخلي هو الحوار اللي ما بيوقفش جوانا، لكن لما نراقب أفكارنا ونسألها على دليلها الصورة بتتعدل. بنستبدل الحكم السريع بأسئلة هادية وبيفتح باب للفهم. ومع الوقت العقل بيتعلم يختار تفسير أهدى وأكتر توازن.